في اعلانات لعبة مارفلز افنجرز الجديدة واللي هتصدر في سبتمبر القادم قدرنا نستنتج شوية تفاصيل عن القصة، وطبعا من اهم التفاصيل دي هو المين انتاجونست او الشرير الرئيسي اللي الابطال هيواجهوه، وعرفنا انه هيكون مودوك. مودوك هو من اشهر اشرار مارفل واخطرهم، وغالبا انت بتسأل نفسك دلوقتي ايه الخطر اللي برطمان المربى ده ممكن يسببه، والاجابة هي ما عندكش فكرة. علشان كده في الفيديو ده هنشوف قصة مودوك في الكوميكس، هنعرف تاريخه وقدراته والدور اللي بيلعبه في قصص مارفل. مودوك ليه نسخ كتير في اكوان مارفل متعدده، ولكن في الفيديو ده انا هشرح قصته في كون مارفل الرئيسي في الكوميكس اير 616. بالتالي التفاصيل اللي هذكرها هنا هتلاقيها مختلفه كتير عن اللي هنشوفها في اللعبه. في الكوميكس قصه الشرير اللي هيبقى معروف بمودوك بتبدا مع واحد اسمه جورج تارلتون، كان شغال فني في منظمه ادفانس ايديا ميكانكس او اختصارا ايم، المعروفه بتجاربها غير الاخلاقيه واهدافها الشريره. ايم في الوقت ده كانوا عايزين يصنعوا كائن ذكي جدا يشرف على المشاريع بتاعتهم، بالاخص مشروع الكازميك كيوب اللي كانوا بيحاولوا يصنعوه. علشان كده انشأوا مشروع مودوك، اختصارا لمنتال اورجانيزم ديزايند اونلي فور كومبيوتنج، ومعناها كائن عقلي مصمم فقط من اجل الحسابات. طبعا كانوا محتاجين شخص يطبقوا عليه المشروع ده، وكبير العلماء في ايم قرر انه يطبقه على جورج تارلتون اللي اتطوع للتجربه. في اخر لحظه جورج غير رايه، لكن مع ذلك برضه مسكوه وكتفوه وعملوا عليه التجربه غصب عنه. التجربه اللي عملوها على جورج سببت له مجموعه مهوله من الطفرات، خلت مخه يمر بما يعادل مليار سنه من التطور، وده بهدف صنع عقل اكثر عبقرية من أي حاجة موجودة على الأرض علشان يقدر يعمل الحسابات شديدة التعقيد اللي محتاجينها لدراسة الكازميك كيوب. بالفعل التجربة نجحت، ومخ جورج أصبح ضخم جدا لدرجة إن راسه لوحدها بقت أضعاف حجم جسمه، وبقى ذكائه أعلى من أقوى كمبيوتر على الأرض. لكن العلماء إيه ما عملوش حسابهم عليه هو إن ذكائه المرتفع ده هينتج عنه طموح مرتفع، وبالفعل جورج بينقلب عليهم وبيسمي نفسه مودوك بالكي بدل السي، يعني بدل designed only for computing أصبح designed only for killing، مصمم فقط للقتل. مودوك قتل كل اللي عملوا التجربة عليه، من ضمنهم كبير العلماء، وساعتها منظمة ايم اللي صنعته علشان يبقى تحت خدمتها أصبحت هي اللي تحت خدمته. دلوقتي كل موارد المنظمة العملاقة دي أصبحت تحت إيده، ومخه الخارق خلاه من أذكى الكائنات في الكون كله. لكن مودوك كان مدرك قد إيه هو بشع، كان شايف إزاي هو مسخ مخيف بسبب إن راسه عملاقة جدا لدرجة إن جسمه مش قادر يشيلها. علشان كده اتصنع له كرسي بيطير علشان يقدر يتحرك بيه، والكرسي ده أصبح اسمه ذا دومزداي تشير. الذكاء الخارق اللي مودوك اكتسبه ده خلى عنده قدرات كتير جدا، خلاه بيقدر يحسب اي حسابات مهما كانت معقده، بيقدر يحسب احتمالات حدوث اي شيء لدرجه انه بقى كانه بيتنبأ بالمستقبل، ما بينساش اي معلومات، وبيقدر يحفظ اي شيء في دماغه ويسترجعه في اي وقت مهما كان معقد ومهما عدى عليه وقت قد ايه. مودوك بدون مبالغه عنده واحد من اقوى العقول في عالم مارفل كله، وده مش بس خلى عنده ذكاء خارق، بل كمان اعطاه سايونيك باورز او قدرات عقليه خارقه زي التحريك عن بعد والتخاطر والتحكم بالعقول، والقدرات دي كلها بقت اقوى كمان بفضل كرسي دومزداي تشير اللي مصمم بشكل بيعزز القدرات دي. ولكن نقطة ضعف مودوك هو ان ذكائه كان عامل زي الكمبيوتر بالظبط، يعني بيحسب وبس، لكن من ناحية الابداع والكرياتيفيتي فهو زيه زي اي انسان عادي. اول ظهور لمودوك في الكوميكس كان في العدد 93 من المجلد الاول من سلسلة تيلز اوف سسبنس سنة 1967، وساعتها ظهر كعدو جديد لكابتن امريكا. القصة بتبدأ لما عميلة شيلد اللي اسمها شارون كارتر اتخطفت من منظمة ايم اثناء ما كانت بتحاول تتجسس عليهم. كابتن امريكا كان بيحب شارون جدا برغم من انه وقتها ما كانش عارف اسمها اصلا، وكان يعرفها فقط بلقب ايجنت 13. علشان كده راح فورا لمقر منظمة ايم علشان ينقذها، لكنه اتقبض عليه من جنود المنظمة دي. اثناء ما كانوا مكتفينه الجنود دول قالوا لكابتن امريكا مودوك العظيم بيرحب بيك. كابتن امريكا قال لهم مين مودوك ده؟ قالوا له عارف فيلم الراس الكبيرة؟ قال لهم اه. قالوا له ده راس اكبر منه. المهم لحسن الحظ بنعرف ان ايجنت 13 لسه عايشة، وبتقدر هي وكابتن امريكا يهربوا من قبضة جنود ايم لحد ما بيوصلوا لزعيم المنظمة، وساعتها كابتن امريكا والقراء بيقابلوا مودوك لاول مرة. مودوك دخل مع كابتن امريكا في معركة كانت صعبة شوية بسبب التكنولوجيا اللي مودوك كان بيستخدمها، ولكن العاملين في ايم خانوا مودوك وانقلبوا عليه علشان يهربوا من سيطرته. لما مودوك ادرك الخيانة دي استخدم قدراته في تفجير المقر كله بكل اللي فيه، ولكن لحسن الحظ كابتن امريكا وايجنت 13 هربوا في اخر لحظة. بنكتشف لاحقا ان مودوك ما ماتش ولا حاجة، وانه
استخدم قدراته العقلية في صنع حقل طاقة حوالين نفسه علشان يحميه من الانفجار. ومودوك بيكمل خططه الشريرة وبيواجه أبطال كتير في قصص مختلفة غير كابتن أمريكا زي ذا هالك. وعلاقته بمنظمة ايم اللي هو قائدها فضلت متذبذبة بسبب انه بيركز على كراهيته للأبطال أكتر من السعي لأهداف علمية زي ما ايم كانت بتعمل من قبله، لدرجة انهم في مرة اغتالوه علشان يخلصوا منه، ولكن اضطروا يرجعوه للحياة تاني باستخدام الكوزميك كيوب لأنهم كانوا محتاجينه في مهمة هو بس اللي يقدر يعملها. مودوك فضل عامل دوشة كده على مدار قصص كتير جدا، ولكن أهم حدث محتاجين نتكلم عنه هو وورلد وور هالكس. في القصة دي أمادياس شو المراهق العبقري اللي كان بيحمل لقب هالك لفترة اتأثر بإشاعات خلت مخه يكبر بشكل كبير جدا لدرجة انه بقى عنده القدرة انه يغير من الواقع وقوانين الفيزياء حواليه لحد مسافة 10 قدم. أمادياس شو دخل في معركة مع مودوك استخدم فيها قدرات الرياليتي ووربنج دي في انه يرجع مودوك تاني لإنسان طبيعي. مودوك رجع تاني جورج تارلتون، ولكنه يكاد يكون مش فاكر أي حاجة من الوقت اللي كان فيه مودوك. بنعرف لاحقا ان جورج اتقبض عليه واتسجن في سجن خاص بالمجرمين الخارقين، وفضل يتعالج هناك بسبب حالته النفسية اللي أصبحت سيئة جدا. يعني كده أخيرا العالم تخلص من مودوك ودوشته صح؟ للأسف لا. بنكتشف في العدد التالي ان مودوك قبل ما يتحول لجورج تارلتون كان عامل خطة احتياطية. مودوك كان عامل عدة نسخ من مخه وكان سايبها محفوظة في ايد مجموعة من الروبوتات. النسخ دي بتتدمر على ايد هالك وريد هالك، لكن واحد منهم بينجو والروبوتات زرعوه جوه جسم جديد وصنعوا له جسم آلي ليه أرجل يتحرك بيها وكل حاجة ممكن يحتاجها. وبكده في مودوك جديد اتولد وكان شايف نفسه أفضل بكتير من مودوك الأصلي، علشان كده سمى نفسه مودوك سوبيريور، يعني مودوك الأفضل. مودوك سوبيريور عنده شخصية وأهداف مختلفين تماما عن مودوك القديم، وواضح إنه أهدى وأكثر عقلانية شوية، ولكنه مش أقل شرا ولا خبثا، وعنده نفس الذكاء الخارق والقدرة المرتفعة على حساب الاحتمالات بشكل يخليه يتنبأ بالمستقبل، بالإضافة للقدرة على التحريك عن بعد باستخدام قوة عقله. وغير كده كمان ما عندوش الإحساس بالألم زي مودوك القديم، لأن مودوك سوبيريور جسمه متصنع مش طبيعي، وبالتالي ما فيهوش نهايات عصبية زي الجسم الحقيقي، وده طبعا بيفيده في المعارك لأنه ما بيحسش بالضربات. مودوك سوبيريور من ساعتها وهو عامل دوشة أسوأ من اللي قبله، وبالرغم من إنه ساعات بيتحالف مع أبطال إلا إنه غالبا بيخونهم وبيطلع مخطط لبلاوي. ولحد دلوقتي مودوك سوبيريور لا يزال موجود وفعال في قصص مارفل، واللي كتير منهم كان ليه طبيعة كوميدية. ده كده كل اللي محتاجين تعرفوه عن مودوك ونشأته ونهايته ونشأته من جديد. لو حبيتوا الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وبرضه لايك لصفحة الفيسبوك، هتلاقوا الرابط بتاعها في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.